l'ensemble de mes joueurs, c'est preuve de beaucoup de professionnalisme pour aller encore chercher mieux et non de se satisfaire de ce qu'on fait parce que ça peut être. تصريح خطير من مدرب الكونغو الديمقراطية في أول ظهور له بعد مباراة الجزائر والكونغو يصدم الملايين. لن تصدق ماذا قال، ولكن قبل أن نبدأ، إن كنت محباً وداعماً للمنتخب الجزائري، اضغط إعجاباً للفيديو، ولا تنسى أن تعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. المنتخب الجزائري لم يكن يوماً مجرد فريق كرة قدم، بل ظل عبر السنين رمزاً للصلابة والإصرار والقدرة على النهوض في أصعب اللحظات. هذا المنتخب تعود أن يحمل على كتفيه آمال شعب كامل، وأن يدخل أي مواجهة وهو مدرك أن القميص الذي يرتديه ليس عادياً، بل مشبع بالتاريخ والتضحيات. وبعد نهاية المباراة خرج مدرب الكونغو بتصريح غير متوقع خلال الندوة الصحفية، وأثار جدلاً واسعاً، حيث قال إن أكثر ما لفت انتباهه في المنتخب الجزائري لم يكن لاعباً بعينه، بل اللعب الجماعي المنظم الذي يجعل الفريق يبدو وكأنه وحدة تتحرك بتناغم واضح. وأكد أن الكرة كانت تنتقل بين أقدام اللاعبين بسلاسة دون أنانية أو استعجال، وهو أمر لا يتحقق إلا عندما يكون هناك انسجام حقيقي وثقة متبادلة داخل المجموعة. ثم واصل حديثه قائلاً إن المدرجات كانت نابضة بالحياة، وإن الهتافات لم تتوقف حتى في أصعب فترات المباراة، الأمر الذي خلق ضغطاً نفسياً كبيراً على المنافس، وفي الوقت نفسه منح لاعبي الجزائر دفعة معنوية هائلة. وأشار إلى أن الجماهير الجزائرية لا تشجع فقط عند الفوز، بل تقف خلف منتخبها في كل الظروف، وهو ما لاحظه بوضوح خلال 90 دقيقة. وختم تصريحاته بجملة أثارت الكثير من الجدل، حين قال إنه لا يخفي عشقه لكرة القدم الجزائرية، وأن هذا المنتخب يملك شيئاً خاصاً يجعلك تحترمه حتى وإن كنت خصماً له داخل الملعب. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.